السلام عليكم، أهلا بيكم. معاكم كريم. في البداية بتمنى لكم يوم سعيد. البداية كانت مع جون كامبل، الشرطي المحترف المحنك اللي بيراقب كريسب، مجرم خطير جدا من شدة دقته ومش قادرين يثبتوا عليه حاجة. وبالفعل المجرم بيراوغه ويهرب منه. بنروح على واد غريب معاه بنت صاحبته اللي بتقوله لازم تطلب منه $1000 على الأقل، بس هو بيقول لها استخبي، المفروض إن أنا لوحدي. ولما بيجيله المجرم بنعرف إنه شاف مراته وابنه، مراته اللي سرقت فلوسه وابنه وهربت منه، وبيطلب $1000 وبيحاول يتفاوض معاه، لكنه بيقول له انت قولي بس مكانهم وانا هريحك. قال له شفتهم في مدرسة استوريا الابتدائية. فقال له يا حبيبي، وبيضرب عليه النار على طول وبيقول له ها ارتحت كده، وبيخبي سلاح الجريمة وسط القمامة وبيمشي محترف قوي. وبيوصل جون متأخر للأسف وبيلاقي سيندي وجثة الواد، وبيربطها بجثة الواد لحد ما يروح يقبض على كريسب. وبيروح كريسب لصالون والدته وبيقول لها انا لقيت ابني ياما، وهي بتفرح قوي. لكن جون بيدخل وبيقبض عليه لان دلوقتي معاه شهادة تقدر تشهد عليه وتثبت عليه الجريمة. لكن لما بيروحوا الاسم الشهادة بترفض انها تشهد او تشارك اصلا. وبيغضب جون جدا ان زميلته خرجتها وبيقول سيبوا الموضوع ده ليا انا هتصرف. وبيروح فعلا على الوكر اللي بتقعد فيه سيندي، وبيحاول الحراس يوقفوه لكنه بيضربهم ويقول لهم اللي هيجي ناحية العربية هفرفره. واحد منه بيقول له والله لا اغسلها لك. وبيدخل يطيح في الكل من غير ولا كلمة ويضرب يمين وشمال. ولما بيوصل لسيندي بيقول لها لو ما شدتيش انا مش هسيبك لحظة، وهفضل وراكي ليل ونهار لحد ما بوظ لك حياتك كلها. لكنها بتقول له انت ما تقدرش تعمل كده، وبيقول لها وشي الجميل ده هتفضلي شايفاه للابد. بالتالي بتروح وتشهد على المجرم، وبيأمر القاضي ان هو يحبسه حتى انتهاء المحاكمة. وبيقول لامه اتصرفي يا حاجة، وبتقول له ما تقلقش يا دناي. ورئيس جون عايز القضية تبقى كاملة، وبيأمره يروح هو وأوهارا علشان يقنعوا مراته اللي هربت ان هي تشهد ضده. لكن جون بيرفض ان هي تروح معاه، بس هو بيقول له ان هي رايحة لانها هتبقى متخفية كمعلمة حضانة عشان تتقرب اكتر وتحدد الواد وامه. واثناء ما هو في الطيارة بيلاقي طفل وراه عمال يرفص في الكرسي، وبيقول له اسمع يا وجه البورسن، لو رفصت تاني هكسرك زي القلم ده. والواد بيترعب طبعا. وبنعرف هنا ان هو لا يجيد اطلاقا التعامل مع الاطفال. لكن فجأة بتتعب وهارا وبتقوم بسرعة تروح للحمام عشان ترجع. واثناء ما هما ماشيين بالعربية بترجع أكتر وبتفقد القدرة أصلا على المشي، وبيبدأ يشيلها وبتنام خلاص على كنبة العربية. لكنها بتكتشف إن في عرسة وراها وبتصرخ. لكن جون بيقول لها ما تقلقيش ده أنا بربيها. وأول ما بيوصلوا للفندق اللي هيقعدوا فيه بيشيلها وكأنها شبه ميتة ويحطها على السرير. وفي الصباح التالي بنلاقيه حلق ومستعد إن هو يروح مكانها للمدرسة لأنها عندها حمى ومش قادرة تقوم أصلا. لكنها بتقول له أنت مش هتعرف تتعامل معاهم. لكنه بيستهون قوي بالموضوع ويقول لها دول شوية أطفال هيعملوا إيه يعني. فبتقول له حس كده بقى، خد معاك المسدس. ولما بيروح المدرسة ست النظرة شولولة بتستقبله وبتحاول تعرف منه الحكاية وليه ضابط شرطة منتحل صفة معلم. لكنه بيقول لها انا ما اقدرش اقولك على اي حاجة يا اب. فبتقول له لو في خطر يهدد حياة التلاميذ قول لي علشان نروحهم كلهم لبيوتهم واقفل المدرسة، ما عنديش مشكلة في ده. لكنه قال لها اطمني يا اب. وبتاخده علشان تعرفه على الفصل والتلاميذ بتوعه، بس واضح جدا ان هو متوتر ومش عارف بينيل ايه هنا. بالتالي العيال بتستهفئه قوي. واحدة منهم بتقول له انها عايزة تروح للحمام ومش عارفة تفك فستانها اصلا، وبيحاول يفكه هو بس ما بيعرفش، وبيطلع يجري يستنجد باي حد بس مش بيلاقي غير المدرسة جويس اللي في الفصل اللي جنبه. وبتقول له خد بالك لا يستهفئوك، وبيقول لها ما تقلقيش انا جامد. بس بيفاجئ ان العيال قلبت الفصل رحلة وسط فرجة من ست النظرة وعدم تصديقه لكل اللي بيحصل، فوضى عارمة. وست النظرة رفضت تساعده اصلا وبتقول كلها يومين وهيستقيل. ومع استهفائه وقلة الحيلة بيصرخ بأعلى صوت اخرسوا بقى. لكن صريخه رعبهم وكلهم بقوا يعيطوا، وبيجري جون من الخوف وبيطلع يجري على عربيته زي المجنون لا تستهين ابدا بقوة الاطفال. وبيروح يجيب العرسة بتاعته ويحاول يكسب ود الاطفال. بس بعد جرس المروح دومينيك ابن جويس بيقول له انا عمري ما شفت معلم اسوأ منك. وبيروح بيته منهار تماما وبتسأله هار عملت ايه يا منيل؟ قال لها انا اتهنت يا سعاد. وفي تاني يوم بيقرر ان هو يعمل معاهم اللي هو اتعلمه، حولهم لمجندين ويبدأ اليوم بالسلام الوطني. لكنه بيفاجئ ان في واحد بياكل كل سندوتشات الفصل، فبيرفعه ويشخط فيه فيتف الاكل من بقه. وبيتعرف عليهم كلهم علشان يعرف باباواتهم شغالين في ايه. لكن واحد بس المنطوي اللي مش بيتكلم وهو زاك سوليفان، وبيحاول يتكلم معاه ويقول له اندمج معانا، لكنه بيقول له سيبني في حالي. لكن فجأة بيضرب جرس انذار الحريق
وبيحاول يخرجهم معاه، لكنهم كانوا آخر فصل يخرج، وست النظرة بتوبخه جامد وسط كل المدرسة. وهو بيتكلم بالليل مع أوهارا بتقوله ما أقدرش أخد مكانك دلوقتي، وكلها يوم ونخلص المهمة وترجع تتعامل مع القتلة والمجرمين. لكنه متضايق قوي لأن العيال مستهفئينه قوي، لكنها بتقوله هما بيستهفئوك عشان بيحسوا بخوفك، لازم ما تبقاش خايف. بالتالي بيروح في اليوم اللي بعده بكل قوة وصرام ويقولهم خلاص دي بقت خلاص مدرسة عسكرية وانا المأمور ومفيش حد هينقذكم منه. ويبدأ يتعامل معاهم المعاملة العسكرية الناشفة والتدريب العسكري بالصفار وسط ترحيب من دومينيك واستسلام الأطفال ليه. لكن مع الصرامة الأطفال خدوه لمنطقتهم شوية، وبدأ يلاقي السعادة وهو بيلعب معاه وقت اللعب طبعا، وبيغني ويرقص معاهم وبيعلمهم القوة والصرامة والانضباط، وهما بيعلموه ان هو يفك شوية وسط دهشة من ست النصر. وبيحاول يتواصل مع والدة زاك عشان شاكك ان هي مرات كريسب، لكنه بيكتشف انها مش مرات، وان ابو زاك بيضرب الواد وبيضرب مراته. لكنه بدأ يتعالج ومش هيكرر ده تاني، لكنه بيقول لها لو حصل ده تاني انا هرفع عليه قضية. وفي الاثناء ام كريسب بترشد الديلر بتاع السندي عشان يحط لها سم في المخدرات، وبيبدأ جون يتقرب من جويس وابنها وبيروح يزورهم في البيت. وبنعرف ان دومينيك حاطط الليزر عشان يحميه من الاشرار. بالتالي بدأ جون يشك ان ده ابن كريسب وجويس هي مراته الهربان، وبيقوله دومينيك ان هو هيزرع ليزر في البرج القريب من بيته. وبيحاول يتكلم مع جويس عشان يعرف منها ايه اللي حصل، وبتقوله ان هم هربانين من جوزها لان هو حاول قبل كده يخطف منها الواد. بالتالي بيتنقلوا كتير عشان يهربوا منه، ولما بيدوروا في الحسابات بتاعتها بيعرفوا انها فقيره ومعهاش مليم اصلا غير راتبها، والبيت اللي عايشه فيه ده ملك صديق ليها. وبتستبعد اوهارا انها تكون هي البت اللي هي المتجوزه كريس، لكن جون متاكد ان هي. وفي يوم ام زاك بتوصله للمدرسه، لكن اول ما جون بيلمسه الواد بيتوجع جامد، وبيعرف جون ان ابوه ضربه تاني، وبيوقف امه ويقول لها استني عندك بقى، وبتقول له ده وقع ومحدش ضربه، بيقول لها كفايه كدب بقى، وبيلمح ابوه كده وبيروح له وبيهاجمه ويقول له لو ضربت الواد تاني انا هضربك. وبيحاول ابوه يضربه لكن جون بيتفادى الضربه وبيضربه، لكنه بيتوقف ثانيه كده لما بيلاقي التلاميذ شايفينه، وكمان ست النظر اللي بتستدعيه على طول لمكتبها وتقول له انا ما كنتش متخيله ان واحد فاشل زيك ينجح بالطريقه دي، وبتضحك وتقول له انها فرحت قوي بيه وهو بيضربه. في الاثناء بنعرف ان سيندي ماتت خلاص، بالتالي خلاص هيفرجوا عن كريس. وبيروح الاثنين عشان يحذروا جويس ان هو عارف مكانها ولازم تقول لهم فين الفلوس وتشهد معاه وانهم من الشرطه، لكن بنكتشف ان هي ما خدتش فلوس اصلا، هي هربت منه لما عرفت انه مجرم وتاجر مخدرات كبير، وبتطلب ان جون يبعد عنها لانه ضحك عليها وهو كان شرطي وانه مش بيحبها اصلا. لكنه بيروح البيت وبيفتكر ان هي هربت، لكنها بتقوله ان دومينيك مش لاقيها، وبيروحوا على البرج اللي دومينيك قال ان هو هيركب فيه ليزر، وبنلاقيه على وشك ان هو يقع، لكن جون بيطلع وينقذه، وبيصرحها جون بحبه ليها وبيقول لها خليكي معايا واقسم لك مش هتضطري تهربي تاني. وبيروح كريسب عشان يقابل الست النظرة كوالد دومينيك وعايز يخرج بيه، لكنه بيشوف جون في المدرسة وبالتالي بيولع في المكتبة علشان يعمل ربكة ويخطف ابنه. واول ما جرس الانذار الحريق بيضرب بياخد دومينيك العرسة وينضم للصف علشان يبدأوا يخرجوا، وبيقوله جون خليك جنبي، لكن وسط الهرجلة دومينيك بيبعد عنه، لكن بيلاقيه كريسب ويمسك بيه، لكن كل الاطفال بيقولوا في غريب في وسطنا، في غريب في وسطنا، وبيجري جون عشان ينقذ دومينيك. لكن لما جويس بتعرف بتدخل على طول المدرسة بسرعة، وبتحاول أهارا تشوف المخرج الخلفي للمدرسة عشان لو هرب كريسب، لكن أمه بتدوسها بالعربية. وجون وجويس بيلاقوه، لكن كريسب بيقوله سيب المسدس وإلا هقتل دومينيك، وجون بيقوله هتقتل ابنك يا مجنون، وبيقوله أيوه هقتله، وبيسيب جون المسدس وبيقوله بس ما تأذيش الواد وسيبه يمشي، لكنه بيقوله ده ابني. وفجأة العرسة بتخرج من جاكيت دومينيك وتعض كريسب في رقبته، وفي اللحظة دي بيضرب النار وتيجي في رجل جون، لكن بينجح جون ان هو يضرب النار على كريسب ويقتله. لكن بتظهر امه وبتضرب النار على جون، وقبل ما تديله الطلقة المميتة بتسأله عن حفيدها، لكن بتظهر أوهارا وتنقذه، وبيتعالج جون ويروح المدرسة وكل الأطفال بيستقبلوه وسط فرحة جويس. وينتهي الفيلم ده من الأفلام المفضلة جدا لنجم الأكشن أرنولد شوارزنيجر، وهو بنفسه اعترف بده في أحد اللقاءات، وقال إن الشخصية دي هي الشخصية اللي استخدمها لما بقى حاكم لإحدى الولايات الأمريكية، وكان من الأفلام المهمة جدا في سيرته الذاتية، لأن في الفترة دي كان كل الأفلام اللي بتتعرض عليه أفلام أكشن بس، وهو كان عايز
عايز يغير من النمط بتاعه وما يبقاش اكشن بس محض اكشن. وبدأ التغيير فعلا مع فيلم توين او التوأمين مع نجم الكوميديا داني ديفيتو. هل عجبكم الفيلم ولا لا؟ يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات. ولو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تدوسوا لايك وشير الفيديو عشان نقدر نوصل لعدد اكبر من الناس. ولو عجبكم المحتوى بتاعي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان ما يفوتكوش اي فيديو. ولو بتتابعوني على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للصفحه، بس ما تخلوش اي فيلم او اي فيديو يليكم عن الصلاه وعباده ربنا. خلاص كده الفيديو خلص، اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.